ازيكم؟ ازاي استغل فترة رمضان ان انا انقص دهون وازيد كمان عضلات؟ بصوا، حسب هدفي. انا عايز اخس الوقت ده او عايز اعيش حياة صحية، يبقى ابتدي ان انا اجهز نفسي ده في اي فترة من فترات السنة كلها. طيب انا داخل رمضان، عارف انه في عزايم، عارف ان انا ممكن اخرج، عارف ان انا ممكن ابوظ شوية. عندنا 3 حاجات: ان انا ممكن اتعزم في ايام عادية، وفي ان انا ممكن اخرج اتبسط مع اصحابي او كده. خلينا نمسك اول حاجة الايام العادية. انا مفيش عزومات ومفيش اي حاجة، احنا في البيت عادي. خلينا نبتدي نجهز التلاجة بتاعتنا. نجيب نسبة بروتين كويسة، فراخ، لحوم، بيض، جبن، فول، عدس. كل الحاجات دي كويسة معانا جدا ان هي تبقى موجودة معانا. اجيب كمان الخضار، اجهز نفسي، يبقى فيه طماطم، خيار، كابوتشا، فلفل الوان، كل الحاجات اللي تخليني ان انا اكل كويس، اشبع واكل كويس. ممكن بقى نبتدي نجيب شوية دهون صحية، زيت زيتون يبقى موجود، زبدة او سمنة زيتون. كل الحاجات دي حلوة. نحاول بس الحاجات اللي هي زي الزيتون والحاجات اللي زي كده ما تبقاش الملح بتاعها عالي قوي عشان ما يخزنش ميه. يبقى انا بصوم الصيام بتاعي في الوقت بتاعي، وببتدي افطر زي التقليد بتاعي او الحاجه اللي انا بعملها، سواء مثلا بتمرتين وميه، وبعدين مثلا بتنزل تصلي، وبعدين ترجع تاني ممكن تاكل. في ناس بتفطر على طول، افطر على طول، خد حبة شوربة لو عايز، بطنك تمشي كده شوية، وبعدين نبتدي كل واحدة واحدة. ممكن تقسم وجباتك، ودي بتبقى فكرة لطيفة قوي، بحيث ان انا صايم كل ده من غير اكل، مش اول لما اكل اقوم واكل مرة واحدة. ممكن ابتدي ان انا اقسم الاكل بتاعي. اخدت شوربة مثلا وحتة فرخة، ممكن بعد شوية اقوم واخد مثلا حتة فرخة تاني مثلا، وبقية الفرخة بتاعتي مثلا، والرز او المكرونة او البطاطس. طبعا من احسن انواع النشويات البطاطس، اعملها بقى في الفرن، في الاير فراير، ايا كان. انا بكلم الناس اللي هدفها ان هي تخس، لانه في ناس هي جواها عايزه تتشجع وتخس. فخلي فتره رمضان من الفترات اللي انت فيها ممكن تساعد نفسك ان انت تنزل في الوزن. وقت الاكل مش كتير، بس لما باكل هاكل اكل كويس، وهجهز تلاجتي بحيث ان انا اكل اكل كويس، وفي نفس الوقت ما زدتش في الوزن. خلاص، يبقى انا قسمت وجباتي. سواء بتتسحر، في ناس لا بتحب تنام وتصحى تاني يوم، يعني كلت في وقت معين، مثلا من 7 لغاية مثلا 12 واحدة، ده تمام معايا، مفيش مشكلة. أنا دلوقتي خلاص ظبطت الأكل بتاعي. طبعا لو أنت عامل نظام معين ده أحسن. يعني أنا نسبة البروتين بتاعتي قد إيه، نسبة النشويات بتاعتي قد إيه، الدهون الصحية عاملة إزاي، نسبة المية بتاعتي. بالليل برضو من الحاجات الكويسة زبادي، فول، عدس، كل الحاجات دي كويسة جدا. حاجات كمان ما تخلينيش ابقى عطشان، فابعد شويه عن المصنعات. يبقى انا في الوقت العادي اللي ما فيهوش عزايم انا باكل كويس. طيب، انا معزوم مثلا اول، تاني، تالت يوم رمضان. مشكله الدهون لما بتتكون مش بتتكون من يوم واحد. يعني مش لما اكل وجبه غلط هي دي اللي هتبهدل الدنيا، لا، المشكله لما تتكرر كذا يوم ورا بعض، وبالذات مثلا لو انا وزني كمان عالي. فانا بحاول اظبط اكلي، بستعد من دلوقتي ان انا ممكن اخر وقت الفطار بتاعي شويه، اخليه مثلا 12 واحدة 2. ابتدي تدرب كده لغايه اول يوم رمضان، بحيث ان انت لما توصل ان انت بتصوم كل الوقت ده ما تبقاش تعبان. فممكن برضو دي من ضمن الحاجات اللي نتدرب عليها لغايه الاسبوع اللي جاي. طيب دلوقتي احنا قلنا هننزل خلاص، انا معزوم، هعمل ايه؟ انا عامل حسابي انه هيبقى فيه بقى اكل، فيه سمبوسه، فيه ورق عنب، مكرونات، فيه جلاش. اوكي، انا هاكل بالراحه بهدوء. ناخد حاجه من كل حاجه. ممكن اخد قطعه مكرونه مع 2 مثلا ورق عنب، مع واحده سمبوسه، مع او سمبوسك حسب اللي بتقولوه، واحده كوبايه بقى حسب اللي موجود. هاخد واحده من كل حاجه، واخد حته بروتين صغير. طيب انا عامل حسابي ان انا هاكل وهحل. ممكن ما نزودش قوي في النشويات والمقليات، نقلل كمياتها شويه، واخد نسبه بروتين وسلطه وخضار حسب الحاجات اللي موجوده، واخد قطعه حاجه حلوه ادوقها. خلاص، ده لمين؟ اللي هدفه يخس، اللي هدفه يطلع صحته كويس. خلاص، يبقى انا اكلت في العزومه وتمام. ممكن بقى اخد كوفي، اخد مشروبات اللي انا نفسي فيها. بلاش بقى المشروبات اللي فيها سكريات عاليه، ملهاش اي قيمه خالص خالص بصراحه. فحاول لو عايز فاكهه تمام، بس انت اكلت حلويات، فحاول ايه نوفر بقى الحاجات دي يعني الكالوري دي نوفرها بقى بالليل. ممكن بقى بالليل ناخد بروتين
سلطه. البروتين ده عباره عن جبنه مثلا قريش مع زيت زيتون وطبق سلطه حلو كده. ممكن بقى بالليل ما ناخدش نشويات، بس حاول ظبط البروتين بتاعك بحيث ان انت تاخد نسبة بروتين كويسة تشبعك تاني يوم، وما تاخدش حاجات تعطشك. المقليات بالليل بلاش، كل الحاجات دي بلاش. خلاص السحور، طيب انا هتصحر مش هفطر، خلاص يبقى الفطار خليه بالراحة شوية، ممكن طبق شوربة معاه اي بروتين وسلطة. تمام. نزلت صليت، بعد شوية شربت الكوفي بتاعك، روح بقى السحور بتاعك كل حاجة، كل اللي موجود، حاجة من كل حاجة. بلاش نفتري يا جماعة، بلاش. احنا مش داخلين مجاعة، كلنا اول لما بنلاقي حاجات كتير قوي بنخش فيها بالراحة بالراحة. خد الحاجات اللي نفسك فيها، واحدة اتنين، دوق طعمها، مفيش مشكلة خالص. تمام. اشرب مية كويس، ظبط حاجتك. من ضمن الحاجات لو انت لسه بتبتدي الطريق، انا رأيي ان انت تبتدي تعمل تحاليل. في تحاليل معينة بنبقى طالبينها كده، نشوف حرقك عامل ازاي، مستوى الحرق عامل ازاي. الحرق بتاعك ماشي، انا عندي نقص فيتامين دي، انا عندي مش عارفه مشكله في ايه، انا عندي مشكله في ايه. ابتدي ظبط الحاجات دي واحده واحده. ظبط اكلك، خلي بالك انا مش بدوس على زرار الناس بتبقى بتنطلق، لا. يعني اللي بيبقى لسه جاي لي وهو بيحب الاكل وبياكل زي ما هو، ما بقولوش انت لازم تبقى هايل من اول ما تيجي، لا مش لازم يبقى هايل خالص. بالراحه، واحده واحده، نمشي واحده واحده بنسبه 30%. حلو، بعد كده 50، حلو، بعد كده فاهمين، بنطلع واحده واحده. لخبطت في النص ما ارجعش تاني، لا كمل. خلاص انا غلطت يوم يومين، هرجع اكمل. فحاول نغير طريقه تفكيرنا. انا عايز صحتي تبقى احسن، عايز اخس. الناس مثلا بتجيلي مثلا اللي هو 100 وحاجه، 130، 140، بيبقى عندهم امل انه يخس. خس بالراحه. انا كمان سيبك من رقم الميزان، يعني انا كل اللي بيجيلي مثلا اللي هم الميات او ايا كان، سيبك من رقم الميزان. انت ممكن تنزل 10 كيلو ماشي، هيبان عليك جدا، بس نازلينهم ايه؟ دهون مش عضلات. عشان كده وانت بتظبط نفسك وبتظبط الاكل بتاعك، ارجوك ارجوك، وعملتها في كذا فيديو، ما تبصش لرقم الميزان. باخده معايا، ببقى شايفه احنا رقمنا كام، بس معايا حاجات تانية، معايا المقاسات، معايا لبسي، معايا بنعمل انبادي مثلا سواء عندي او لو حد من بره مصر بيعمل لي انبادي ويبعتولي. فحاول يبقى التارجت بتاعي انا هنزل نسبه دهون قد ايه، لانه لما بنظبط اكلنا نسبه الدهون بتقل، وفي ناس العضلات بتزيد عندها حتى هما مش بيلعبوا، صدقوني. ليه؟ لان انا ظبطت نسب البروتين بتاعتي. جسمي محتاج نسبه بروتين، انا غير جوزي غير اللي حواليا، كل واحد محتاج نسبه بروتين. لما بظبطها بنلاقي العضلات زايده والدهون نازله، فلما اجي اوزن على الميزان بلاقي نفسي ثابت. ايوه، انت ايه بقى الدنيا عامله ازاي؟ اديني بقى الان بادي نشوف. فاهمين؟ فلو سمحتوا غير طريقه تفكيرك. لو مش عارف تعمل ده لوحدك، روح لحد يساعد معاك. تنزل بطريقه صح صحيه، بتاخد فيتاميناتك ادويتك، بنعالج المشاكل اللي موجوده، بتنزل صح. نومك يتظبط، اكلك يتظبط، ما حرمناش نفسنا لما خرجنا في وسط الناس ناكل، مفيش مشكله. بس في الايام العاديه كل كويس، كل حلو، جسمك محتاج ياكل كل حاجه. دي كانت شويه تيبس كده، حاول ايه ظبطها. ده فيديو للي عايز يحافظ على صحته، سواء تحافظ على وزنك، سواء هتخس، سواء هتزيد، ايا كان. ظبط نفسك، انت قرر جواك ان انا عايز الفتره اللي جايه دي اخس كويس، او انزل في الوزن، او انزل في الدهون زي ما كنا بنقول. النصيحه الذهبيه، رايي، ما تقولش ان انت بتعمل دايت في اي عزومه. ما تقولش ان انت بتعمل دايت انا هاكل كل حاجه. ليه؟ احنا المجتمع بتاعنا يعني اللي هو لا لازم تاكل، فاللي هو الضغط المجتمعي بالذات وانت لسه شويه في الاول، عندنا ضعف كده ان انا اسيطر على نفسي، بقوم داخل. خلاص، فاحنا نقول مش قادر، مش عايز، ايا كان بقى، قول اي حاجه. خلاص. ويعني نصيحه كده للناس التانية اللي مش بتحب تعمل دايت او مش عايزه، يعني سيبوا الناس في حالها بصراحه. يعني في ناس هي مش قادره ومش عايزه تعمل دايت وسايبه نفسها براحتهم، ده قرارهم الشخصي. بس لو شايف حد بيحاول يعيش حياة صحية، ما تبقاش يعني، فاهمين؟ مش عايزة اقول كده. سيبوا الناس يا جماعة براحتها، اديهم مساحة. ما تقعدش تقول تاخد الحتة دي، ما هو لو عايز ياخد هياخد، انت عازم عليه، خد تمام، ما خدش بلاش. الضغط المجتمعي اللي بنعمله على بعض، وبتبقى حتة اللي هي ايه مش لذيذة. ارجوكوا يعني. ميرسي لكم خالص، كل سنه وانتم طيبين يا رب كده. يبقى وقت كويس لينا كلنا. هعمل فيديو تاني لاخواتنا المسيحيين للصيام بتاعهم. عايزين نتشجع، عايزين تبقى صحتنا كويسه. لو عايز اي حاجه ابعت لي سؤال،
بس عام مش شخصي، عشان شخصي ده هبقى عايزه اعرف تفاصيل كتير عنه. ولو عايز متابعه ابعت لي وابعت لك باكج شامله كل حاجه، وفيها زيارات العياده وفيها كل حاجه. لو انت من بره مصر او من جوه مصر، انا بتابعك معايا ناس كتير من بره مصر، ناس بتفرح لما بتخس والناس بتتشجع لما بيلاقوا ناس خاسه، فاتشجع كده. ولو حابب يعني في باكج واحد والفردين والتلاتة، لو انتوا كذا حد ممكن تشجعوا بعض. ميرسي ليكوا.